فيلمنا بيبدأ لما مجموعة من الحيتان كانت بتعوم في المحيط، وبييجوا صيادين يمسكوا حوت منهم ويحوطوه بالشبكة من كل اتجاه، وباقي الحيتان مش بتقدر تساعده. بعدين طفل متشرد اسمه جيسي بيروح هو وأصحابه يسرقوا الأكل من المطعم ويطلعوا يجروا، والشرطة بتجري وراهم لحد ما جيسي وزميله بينزلوا المسرح المائي ويستخبوا فيه، وهم بيرسموا على البيبان اللي هناك. جيسي بيشوف حوت بيبصله من حوض المية فبيتخض ويطلع يجري، والشرطة بتيجي تمسكه وتوديه للمساعد الاجتماعي وايت، واللي بيبلغه انه لازم ينظف المكان اللي خربه ويرجع يعيش مع الناس اللي اتبنوه، لان امه من ساعة ما سافرت ما سألتش عليه. وبالفعل وايت بيودي جيسي لغرين واني اللي متبنيين وبيعملوه كويس، لكن هو مش بيحبهم. تاني يوم جيسي بيروح المسرح المائي ويقابل الحارس راند، واللي بيوديه لأوضة المراقبة علشان ينظفها. وبالفعل جيسي بيمسح الرسومات ويلاقي نفس الحوت عمال يعوم في المية، فبيطلع يبص عليه من المسرح وبيندهش من منظره. في نفس الوقت بيجي راند ويقول لجيسي الحوت ده اسمه ويلي ودايما مزاجه مش رايق، فالأحسن تبعد عنه وبلاش تضايقه. وبعدين جيسي بيشوف عرض على المسرح لأسود البحر مع مدربتهم راي، ولما جيسي بيفضل يزمر بالصفارة بيلاقي ويلي عمال يلعب وينط في المية، فراي بتشوفه وتروح تقول لجيسي المفروض أقدم ويلي للعرض لكنه عنيد ومحدش عارف يتعامل معاه. بيجي الليل وجيسي بيخرج من بيت غلين ويروح المسرح، وهو عمال يزمر لحد ما ويلي بيظهر ويفضل ينط في المية. وفجأة جيسي بيلاقي نور المسرح بيشتغل، فوهو بيجري بيقع في حوض المية، وبيطلع راند اللي بيبص على المسرح وما يلاقيش حد. في نفس الوقت جيسي وهو بيغرق ويلي بيروح يشده ويرفعه على سطح المية لحد ما يخرجه من الحوض. ولما جيسي بيفوق بيعرف ان ويلي انقذ حياته. وبعدين جيسي بيحكي اللي حصل لراند اللي بيستغرب ويقول له مادام ويلي مرضيش ياكلك يبقى شايف فيك حاجة مميزة عن باقي الناس. تاني يوم جيسي بيروح المسرح ويلاقي المسؤولين بيحطوا ويلي في شبكة علشان يعملوا عليه اختبارات، وهو خايف ومتوتر. فجيسي بيفك حبل الشبكة من غير ما حد يشوفه، وويلي بيخرج منها ويرجع حر من تاني. بعدين جيسي بيشتري سمك ويروح يرميه في حوض ويلي، فويلي بياخد السمكة ويروح يرجعها لجيسي اللي بياخدها منه ويعمل له إشارة ياكلها ازاي، لكن ويلي بيهز راسه ان هو مش موافق. فجيسي بيعرف ان ويلي عايزه يحط له السمكة ببقه، وبالفعل جيسي بيعمل كده وويلي بيفضل ياكل. بعدين جيسي وهو ماشي بيلاقي ويلي بيرفع دراعه ويودعه، فجيسي بيستغرب، ولما بيرجع ويشاور له على دراعه التاني ويلي بيرفعه برضه، وبيفضل يقلد جيسي لما بيلف وكمان لما بيطلع لسانه. فراند وراي بيشوفوا المنظر وهم مستغربين، ولما جيسي بيدي سمكة للمدربة راي علشان تأكله ويلي مش بيوافق وبينزل في الحوض ويفضل يرش عليهم مية. فراي بتقول لجيسي ويلي مفكرني شريرة لأن عملتله فحوصات طبية أول ما جه، انت لازم تساعدني في تدريبه. وبعدين جيسي وراي بيدربوا ويلي ان يلمس الكورة اللي في العصاية، وبالفعل ويلي بيعمل كده، وجيسي بيكافئه بسمكة ياكلها. ولما جيسي بيروح البيت بيفضل يحكي لأني على مغامراته مع ويلي. تاني يوم جيسي بيروح يلعب مع ويلي ويفضل يأكله السمك، وكمان بيدربه على الدوران في المية وتحية الناس بإيديه. ولما جيسي بيتأكد ان هو وويلي بقيوا أصحاب بينزل المية ويركب على ظهره، وكمان بيدخل يده ببق ويلي من غير ما يخاف. في نفس الوقت بيجي زميل جيسي ويعرض عليه انه يسافر يشتغل معاه، لكن جيسي بيرد عليه مش هقدر لان مرتبط بالحوت ده ومش هسيبه. فزميله بيديله عنوان المكان علشان لو غير رأيه. وبعدين جيسي بيروح يقول لويلي احنا شبه بعض يا صديقي، انت حزين عن بعد اسرتك وانا حزين علشان فقدت اسرتي، وامي اللي عايشة مش بتسأل عني. بعدين بيجي دايل مدير المسرح ويشوف جيسي وهو بيدرب ويلي وازاي بينفذ اي حاجة بيقولها له. فدايل بيعمل عرض كبير لويلي والمدينة كلها بتحضر في المسرح. في نفس الوقت الأطفال بتنزل لأوضة المراقبة وتفضل تخبط على إزاز الحوض بتاع ويلي اللي بيتوتر ويحس بالخوف. ولما جيسي بيطلع على المسرح ويفضل ينادم على ويلي بيروح له بعد فترة، وجيسي بيقول له العرض ده مهم بالنسبة لنا، لكن ويلي بيهز راسه مش موافق، وبينزل في المية ويروح يخبط إزاز الحوض. فالناس بتخاف وتطلع تجري، وجيسي بيتكسف ويمشي من المسرح وهو حزين. فغلين ومراته بيروحوا يشجعوه ومعاهم وايت اللي جيسي بيقول له هو بيبكي أنا هسافر أدور على أمي. ووايت بيرد عليه أنت نسيت لما سابتك متشرد وسافرت؟ الناس اللي متبنيينك أحن عليك منها. بيجي الليل وجيسي بيبص على الإعلان اللي سابهوله زميله وبيقرر يسافر، فبيروح المسرح علشان يودع ويلي،
اللي بيفضل يقرب منه ويديله اللعبة، لكن جيسي بيرمي اللعبة بعيد وهو بيقوله ابعد عني. فويلي بيروح يجيب اللعبة ويرجعها لجيسي اللي بيقوله عايز تلعب دلوقت؟ طب ليه كسفتني في العرض؟ فويلي بيفضل يرش عليه مية، ولما جيسي بيبلغه انه مسافر وبيودعه، ويلي بيتوتر ويفضل يهز دماغه. وجيسي وهو ماشي بيسمع ويلي بيصرخ، وكمان بيسمع أصوات بره المسرح، فبيطلع على برج المراقبة ويشوف أسرة ويلي في المحيط، وبيعرف إن ويلي حزين لأنه بعيد عنهم. في نفس الوقت جيسي بيشوف مساعد دايل في المسرح وهو معاه ناس بيعملوا فتحات في حوض ويلي، وبعد ما بيمشوا جيسي بيلاقي المية بتتسرب من الفتحات اللي عملوها، فبيروح ويبلغ الحارس راند بسرعة، اللي بيعرف إنهم عايزين يفضوا المية من الحوض علشان ويلي يموت وياخدوا تأمينه ل1,000,000 دولار. وجيسي بيقوله احنا لازم نخرج ويلي من هنا ونوديه للمحيط، فراند بيوافق. ولما بتيجي راي تسألهم عن اللي بيحصل، جيسي بيبلغها ان ويلي هيموت لو بعد عن المية، وكمان لازم يرجع لأسرته علشان حالته تتحسن. وبعدين راند بيجيب ونش وجيسي بينط في المية ويقول لويلي ادخل جوه الشبكة يا صديقي، احنا عايزين ننقذ حياتك. وبالفعل ويلي بيسمع كلامه، وجيسي بيربط أطراف الشبكة في الونش، وراند بيفضل يسحبه لحد ما يحطه على مقطورة، لكن بتواجههم مشكلة في العربية اللي هتجر ويلي. فراند بيروح مع جيسي وياخدوا عربية غلين، اللي بيقوم من النوم ويشوف عربيته بتتسرق، فهو بيبلغ الشرطة أني بتقوله إن جيسي مش موجود في البيت. ولما راند وجيسي بيوصلوا لويلي بالعربية، بيربطوها بالمقطورة ويطلعوا يمشوا على الطريق القديمة علشان محدش يشوفهم. في نفس الوقت مساعد دايل بيبلغوا إن الحوت اختفى من المسرح. وبعدين المجموعة وهم ماشيين بالعربية بيلاقوا شجرة واقعة على الطريق، ولما راند بيرجع بالعربية عجل المقطورة بيتزحلق وبيغرس في التراب، فبيحاولوا يخرجوها لكنهم مش بيقدروا. ولما راند بيقول لهم احنا محتاجين مساعدة، جيسي بيتصل بغلين على جهاز العربية ويقوله على مكانهم. ولما غلين وأني بيوصلوا لهم، جيسي بيفضل يترجاهم علشان يساعدوه في إنقاذ ويلي من الموت، فبيوافقوا. وغلين بيقول لهم في سلسلة وجهاز رفع في العربية، وبالفعل المجموعة بيخرجوا العربية ويطلعوا يمشوا على الطريق. ولما بيلاقوا مغسلة بيدخلوا ويلي جواها ويفضلوا يرشوه بالمية علشان جسمه يتبل. وبعدين بيكملوا في طريقهم لحد ما يوصلوا للمينا، لكنهم بيلاقوا دايل وأتباعه قافلين البوابة. ولما جيسي بيقول لغلين اسرع لأن ويلي هيموت، غلين بيدوس بنزين ويدخل في البوابة يكسرها. وبعد ما بيوصلوا للمحيط وينزلوا ويلي بيلاقوه مش بيتحرك لأنه بعد عن المية لفترة طويلة. وبتيجي أتباع دايل تتخانق مع المجموعة علشان يسحبوا ويلي، لكنه بيفوق ويفضل يتحرك في المية. لكن الموضوع ما انتهاش لأن دايل مجهز صيادين بشبكة بيحاوطوا ويلي من كل اتجاه. فجيسي بيطلع يجري ويقول لويلي تعالى ورايا لحد ما يوصل للحاجز المائي واللي عبارة عن صخور مرتفعة. وبالفعل ويلي بيروح له، وجيسي بيفضل يبكي ويقول له لازم تعدي الحاجز علشان تبقى حر، هتوحشني جدا يا صديقي، اوعى تنساني. وويلي بيهز راسه اللي هو وانت كمان هتوحشني. وبعدين ويلي بينزل في عمق المية وبيدفع نفسه بقوة لحد ما ينط من فوق الحاجز وينزل في المحيط الناحية التانية، والناس اللي واقفين بيستغربوا جدا. بعدين غلين وأني بيروحوا يحضنوا جيسي اللي فرحان ان ويلي اصبح حر، وبرضه زعلان لانه مش هيشوفه تاني. بص يا عم ويلي، انا حبيت الحيتان بسببك، واعتقد يا اصدقائي انتم مشاركين الرأي. وبكده يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. اشوفكم على خير، سلامات.